السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وعلينا إن شاء الله. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صينية العيلة كلها مع بعض. هنعمل صينية حضرموت جبناها في البيت، وهندخل الفيديو ونشوف كل الحاجات الحلوة اللي عملناها مع بعض عشان العيلة كلها تتلم والأحفاد مع بعض. جبت الفراخ بعد ما غسلناها محلول النقع، وهنتبلها ببصل وطماطم وفلفل وجنزبيل وملح وفلفل وتوابل فراخ. عملتها قبل كده التتبيلة معاكم بالفراخ الشيش، وهنحطها في الأسياخ، وهنحط زيت وليمون وهنحطها في الأسياخ بتاعة الفرن، أو لو عايزة تشويها على الشواية في الطاسة طبعا حاجة ترجعلك. شويتها انا بالطريقه دي ودخلتها في الاسياخ، ولو النقع كمان وهتحطيها هندهنها اكتر، وهي بتلف مش هتكمل ربع ساعه هتكون استوت، لان مقطعينها قطع صغيره. طلعتها بالطريقه دي مع العيش السوري. وهنعمل شعريه باللسان العصفور اللي هو رز العزايم. هنعمله بطريقة حلوة. حطيت معلقة السمنة، وعايزة سمنة وزيت تحطيها مع بعض، وحمرت اللسان العصفور. وهنزل كمان بكوباية الشعرية. عملت كوباية لسان عصفور وكوبايتين شعرية، هنحمرهم مع بعض. وهكون مسخنة المرق، او عايزة تعمليها بمية ومكعب مرق حطيه وملح وفلفل بالطريقة دي. وكنت مقطعة بصلة رفيعة صغيرة كده معاهم، تاخد تشويحة مع اللسان عصفور ومع الشعرية بتطلع طعمها خطير. ملها وراح احط، كنت مسخنة اللي هي مرق اللحم وحطيتها، وحطيت كمان ربع معلقة توم مهروس مع جنزبيل، بيديها طعم خطير يا بنات، طعم خطير فعلا. جربيها تعجبك. ولو وصلت معايا للمقطع ده اوعي تنسيني في اللايك وتستخسريه فيا. يلا، وان عجبتك الفكرة يلا جربيها. خلصي الفيديو وقومي اعمليها تعجبك جدا. حطيتها كده زيتها خلاص بالشوربة، وحطيتها غطيتها. وهنحمر كمان كبد الفراخ بعد ما غسلناها بالملح والدقيق والمية الجارية على طول. حطيتها، سخنت السمنة وزيت وحطيتها، وحطيت ملح وفلفل، وهنشوحها تشويح سريع كده ان الكبد ما بتطولش. وكنت مقطعة برضو بصلة رفيعة وحطيتها معاها، وحطيت رشة فلفل اسود. وهنشوح كل الكلام ده مع بعض. وحطيت عليها برضو البابريكا، وعايزة تحطي حار عليها، عايزة تقطعي فلفل الوان، فلفل اخضر، انا بقولك اللي انا عملته. شوحتها واستوت وهنقدمها مع بعض. وكمان عملنا اللي هي الفيليه بتاع الفراخ، عملته قبل كده برضو معاكي في الفيديوهات بطريقة سهلة وبسيطة. بصدور الفراخ جبناها وغسلناها، وهنشوحها في الطاسة اللي هي زي بديل اللانشو. طبعا دي الرولات دي حلوة جدا. هشوح الصدور بعد ما تبلتها بملح وفلفل وبابريكا، وحطيت فيها برضو توابل فراخ وجنزبيل وليمون، وهنشوحها مع بعض. واحلى حاجة ان انت تتبلي الحاجة وتركنيها شوية عشان تاخد تتبيلة حلوة وتبان الطعم. انا حطيتها وحطيت عليها معلقتين مية لغاية ما استوت بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. وهنسيبها بعد كده تبرد، وهنقطعها ونقدمها في الصينية بتاعتنا. وعملنا صينية من كذا حاجة بمكونات بسيطة. بعد ما طلعناها واستوت، بعد ما طلعناها هنسيبها تبرد، وبعد كده هنقطعها تطلع شرايح حلوة زي ما احنا شايفينها، جميلة جدا. وهنرصها في الصينية بتاعتنا مع الشعرية اللي هي رز العزايم بالطريقة دي. ويا رب اكون عطيتك فكرة اللمة ولمة العيلة ويوم الجمعة، وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله.